راح نحكي اليوم عن أضعف إنتاج عربي لهي السنة. الفكرة بحد ذاتها عن جد محزنة، بس معلش خلينا نحكي. لأنه المسلسل فيه هفوات كتير، وهو مسلسل للثمن. أول هفوة إنه تعتبر برأيي هي هفوة لباسل الخياط. لأنه سقطة، عن جد سقطة، إنه باسل ممثل بحجمه يسقط هيك سقطة كتير كتير كانت كبيرة بحقه. الشيء الثاني انه انتاج ام بي سي، يعني احنا عم نحكي عن اعمال ضخمه. يعني ستيليتو يلي ما كان بيشبهنا ابدا، ولا فيه شيء يتطرق لنا، ولا له علاقه بمجتمعاتنا وفينا كبشر. قدر ينجح وقدر يشوقنا وقدر ياخدنا لعالم تاني. من وجهة نظري أسوأ شيء كان بالمسلسل إنه انعرض على جزئين، جزء قبل رمضان وجزء بعد رمضان. الشيء اللي أثر فينا واللي خلانا ما عاد نحب المسلسل بالجزء الثاني، بغض النظر عن فكرة العمل وضعفها، انه نحن فتنا بوجه للمقارنة بين الاعمال اللي طلعت برمضان وبين مسلسل الثمن. وللحقيقة الجمهور العربي ضمنيا يميل الى الاعمال العربية الخالصة. وخلينا نحكي بشكل اوسع الاعمال السورية. للحقيقة يعني الاعمال السورية اللي انعرضت برمضان كانت اعمال جدا مهمة، خلتنا نقول انه مسلسل الثمن لا يرقى لانه نحن نتابعه مثل ما بنتابعه بشغف الاعمال اللي انعرضت برمضان. مو كلها طبعا، كمان كان فيها فوات، بس انما يعني هي الحقيقة. الشيء الثاني يلي خلاني انه ما احب التمن، انه بالجزء الاول كان في مو بس قصة واحدة، كان في عدة قصص. كنا عم نشوف يعني في قصص، يعني مش بس القصة المحورية. كنت كتير حابب سارة أبي كنعان مع نيكولا معوض، كتير كانت قصتهم حلوة. يعني أنا واحد من العالم يلي بصراحة شدتني قصة سارة أبي كنعان ونيكولا معوض. يمكن أنا نسيت أسمائهم، بس رفيقتها لسارة وشريكه لزين. يعني شدتني أكثر من قصة زين وسارة. ف... فحسيت انه بالجزء الثاني كان في اهمال لهي القصص، اهمال لكل القصص الثانية. كان في بس تركيز على القصة المحورية اللي هي كانت عبارة عن برود ببرود ببرود ببرود، للأسف يعني انتهت كمان بنهاية غير معقولة. يعني حتى اني ما مهدوا للنهاية، اعطوك اياها يلا خبط لزق هذا تجوزنا ويلا خالصين. برأيي العمل تقييمه على 10 3، او يعني اذا شد حاله كتير كتير بنعطيه 4/10 بس.